السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن نوع من الصبارات وهو الإيفوربيا جيمنو. طبعًا لو جينا بصينا هنا النوع ده إحنا ما صورناهوش قبل كده. لو جينا بصينا هنا هنلاقي إن عندي الجزء السفلي زي ما إحنا شايفين كده بيكون فيه أشواك مجددة، تمام، بيكون بالشكل ده. لو جينا بصينا على الجزء العلوي هنلاقيه مليان بالرؤوس بالشكل ده. طبعًا هو فيها أشواك بس مش خطر أوي، أنا ماسكها بإيدي. الجزء العلوي ده أنا بامسكه كده هو صلب جدًا، يعني أكنك ماسك حاجة خشب أو حاجة حديد، صلب يعني. ده نتيجة إن هو طبعًا سبحان الله بيخزّن كمية من المَيّة كبيرة جواه، بحيث طبعًا إحنا عارفين إن النباتات دي بتعيش في الصحرا، بحيث إن هو تبدأ إن لمّا يحصل موسم جفاف تبدأ إن هو ربنا سبحانه وتعالى خالق له الجزء ده بحيث إن هو يبدأ إن هو ياخد احتياجه من المَيّة من الأجزاء دي. فهو طبعًا بيكون بيخزّن المَيّة في الأجزاء دي، فسبحان الله إحنا هنا نلاقيه صلب جدًا، صلب يعني. الأشواك عندنا بتكون رقيقة ما فيهاش مشكلة. طبعًا هو هنا ميزة الشكل اللي إحنا شايفينه ده، ونحاول نبُص من كذا اتجاه، إن هو مدّينا شكل جمالي حلو جدًا، واللون بتاعه لون أخضر كامل، يعني هو كده شكله لونه كله أخضر ما فيهوش ألوان مختلفة عندنا. طبعًا هو ده بيتحمل الحرارة، بيتحمل الرطوبة، وبيتحمل عندي نقص المَيّة. من الأنواع اللي هي يعني ممكن ما تبقاش منتشرة أوي. شكرًا.